بت هاتي بوسه يا بت هاتي حته يا بت، الوساده الخاليه لعبت بيا يا غاليه، الوساده الخاليه لعبت بيا يا غاليه. انت ليه قلبك قوي؟ قلبي تعبان بالقوي. بت هاتي بوسه يا بت هاتي حته يا بت. يا سلام عليك لما بتكون رايق. وما اروحش ليه؟ عرسان جداد في شهر العسل. شهر عسل ايه يا بابا؟ فوق يا بابا، من شهر العسل خلص من زمان. لا، ما انا خدت كمان يومين اجازه. لا 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 لا، مش هينفع خالص. انا مش هينفع اقفل العياده اكتر من كده. لا، عياده ايه؟ اوعى تكوني لابسه اللبس ده عشان تروح تفتح العياده. لا انسي يا ماما خالص، انسي العياده دي. انا عايزك بس تاخدي بالك من البيت وتاخدي بالك مني بس. بس ده ما كانش اتفقنا. انت وعدتني ان بعد الجواز افتح العياده عادي. عياده ايه يا علا؟ انت هتصدقي نفسك يا ماما؟ انت حيالله دكتور التخسيس، والعياده بتاعتك دي ما تجيبش همها. هي كل حاجه عندك الفلوس، وبعدين انا دكتور التغذيه مش دكتور التخسيس. بقول لك ايه، من الاخر بقى كده عشان اجيب النهيه، كنسلي موضوع العياده ده من دماغي خالص. ويلا بقى كده اعملي لنا اكل حلو عشان جعان. يلا يا ماما يلا، لسه هتبصي لي؟ يلا غيري هدومك يلا. عيادة ايه؟ احنا فاضيين. انا تتريق عليا يا احمد؟ انا هعرفك قيمه دكاتره التغذيه وهخليك تعترف بيا وبشغلي. انا رايح بقى الشغل يا حبيبتي. عايزه حاجه؟ خلي بالك انا برجع من الشغل واقع من الجوع، يعني لازم ارجع الاقي الاكل جاهز. حاضر يا حبيبي. وعايزك تروقي البيت وتنضفيه كده. ست البيت الشاطره هي اللي تاخد بالها من بيتها ومن جوزها. اوامرك يا جوزي يا حبيبي. انا هخلص شغل المكتب كده وورايا مرافعه في المحكمه على السريع، وراجع لك انت يا قمر. سلام. سلام. الحرب ابتدت. سلام يا متر احمد يا جوزي. انا دلوقتي في ارض المعركه ولازم انتصر عليك يا احمد. بقى انا الدكتوره علا تقفل عيادتها وتقعد في البيت؟ مش استعنا على الشقه بالليل. كل ده اكل؟ رز وكفته ده انت كده شكلك مهتمه بيا قوي. انا كده احبك زياده. كل يا حبيبي بالهنا والشفا. ده انا سمعت ان اقرب طريق لقلب الراجل معدته، وانا بحبك قوي. كل يا حبيبي. طب وانت مش هتاكلي؟ انا لما بشوفك بشبع يا حبيبي، مطرح ما يسري يملي. الحمد لله. ده ايه كميه الاكل اللي اكلتها دي كلها؟ هو انت هتحسد نفسك ولا ايه يا حبيبي؟ اجيب لك بقى كوبايه عصير؟ لا ماليش نفس ومفيش اي مكان خالص والله. ما تكسفنيش بقى. طب خلاص هاتيه يلا. اديني حطيت البودره اللي هتفتح شهيتك وهتزود وزنك. انت اللي ابتديت يا احمد. العصير يا حبيبي. مستعجل على ايه بس يا حبيبتي؟ هو انا لسه صحيت من النوم؟ لازم تاكل وتتغذى يا حبيبي. والله العظيم انا طالع على كرش صغير بسببك. يا حبيبي الراجل اللي من غير كرش ما يسواش قرش. نحلي بقى بعد العشاء. حلي يا حبيبي حلي. كل بالهنا والشفا. واهم حاجه العصير ده اللي فيه الفايده. مالك يا احمد؟ فيك ايه؟ مش قادر، نفسي اتقطع. الاسانسير كان عطلان وطلعت السلم على رجلي كله. كده مش هينفع، انا لازم اخس. انت مش دكتور التخسيس، ما تخسسيني يا حبيبي انا نسيت الحاجات دي. انا مركزه في الطبيخ اليومين دول. اصل الست ملهاش غير بيت جوزها. مش ده كلامك؟ ده كلام ناس متخلفه. هقول يا حبيبتي انت احسن دكتور التخسيس في مصر كلها. دكتور التغذيه لو سمحت. دكتور التغذيه يا ستي، بس عايز ارجع لجسمي تاني، عايز اخلص من الزفت ده. ما تخافش، هتخس في شهر مع الدكتوره علا. ما تشيلش هم للوزن الزياده. عايش يا احمد، كمل.
برافو. اسرع يا بيبي، فاضل 50 لفة. اسرع يلا، اسرع يلا. احمد يا احمد. 1 2 3. الحبوب دي خد منها حبايه قبل الفطار، هتزود عندك معدل الحرق وهتسد نفسك عن الاكل خالص. طب بمناسبة الأكل بقى، أنا جعان قوي. عيوني يا حبيبي، هحضر لك تاكل. يا رب تكون عاملة أكلة حلوة بقى كده. اتفضل. إيه ده؟ ده عالسن. دي افضل حاجه تاكلها علشان تخس. كل يا حبيبي، كل بالهنا والشفا. يلا احسن، يلا كمان اكتر، يلا. ياه، أخيرا خسيت. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبتي. عرفت بقى بقيمتي، وعرفت ان شغلي ليه فايده. عرفت ان الست من حقها تشتغل زيها زي الراجل، طالما تقدر تشتغل وتفيد الناس والمجتمع. عندك حق والله يا حبيبتي، وحقك عليا. من بكرة تنزلي تفتح لي العيادة بتاعتك تاني يا دكتورة علا. ربنا يخليك ليا يا رب. ده لو عرف ان انا السبب ان خليته يتخن ده هينفخني. بتقولي حاجة يا علا؟ بصراحه كده يا احمد، انا مش هكدب عليك وهقولك، انا كنت بحط لك حاجات في الاكل تفتح الشهيه علشان تتخن وتحس بقيمه شغلي كدكتور. حقك عليا بقى، سامحني. بقى كده يا دكتورة علا؟ ماشي. 101 102 كملي. ده انت قتلتلي 80 وجابي، وربنا ما هسيبك. يا حبيبي والله مش قادر. هتكملي 80 ولا مفيش رجوع للشغل والعيادة؟ خلاص هكمل حاضر. يلا. 103 104 105